حياكم الله. بعض الناس يصور لك الفاتوران الصب القديم على أن هي يعني خامة من صناعة الجن، وكأنها سر من أسرار الفراعنة اللي يعني ما بيتكرر. البعض يقول لك لا، هي 50% كهرباء و50% مصنع، وتسمع قصص وروايات وملاحم عن هالخامة، وهي خامة حلوة ويمكن يعني تكون من أجمل ما صنع الإنسان. لكن محتاجين يعني نهدى شوي ونعرف أن هي خامة مصنعة عبارة عن فينول فورمالدهايد بس، تركيبته معروفة في وسط حمضي، تقدر أنه يعني تطلعه بأي لون وأي تعريقة تبيها. فهو يعني لا شيء سري ولا شيء خارق، وعادي تركيبه وممكن تصنيعه. السؤال، دام احنا نعرف تركيبة الفاتوران القديم، هل ممكن نقلده؟ الجواب لا طبعا، بالملي ما نقدر نقلده، لأن ببساطة المصانع اللي أنتجت الفاتوران القديم صكت، وكان عندها نسب معينة ومواد تلوين مختلفة ومكاين وأدوات غير، فما بيطلع بالضبط مثله، بيكون في اختلاف في الريحة، في طريقة التعريق، أيضا بعد مرور الزمن على الخامة بيميزها. فالفاتوران خامة معروفة التركيب، يمكن ويتم الحين تصنيعها بكميات كبيرة وفي دول مختلفة من العالم، ولكن تختلف في تفاصيلها الدقيقة عن الخام القديم. وممكن بعض الصب الجديد يكون حتى شكليا أجمل وأحلى من القديم، لكن يبقى أن القديم محدود العدد مو متجدد، يعني كانت كمية وصكت هاي المصانع اللي طلعتها وخلاص ما في غير هاي الكمية، لذلك سعره أعلى. والجديد تقدر تطلع منه طن إذا تبي. زين، سؤال ثاني، هل يمكن التفريق بين الصب القديم والجديد؟ الجواب ممكن، لكن جدا 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 صعب. يعني بتحصل أشياء وايد على الإنترنت، يعني 3 طرق لمعرفة الفاتوران القديم، أسهل طريقة المارشنو، كل هذه الأشياء تم تصنيع وإنتاج خامات صب جديد تحاكيها. اللي يقول لك اللون مارشنو تحكه كذا، واللي يقول لك الريحة يعني تسوي عليه كل الاختبارات اللي تطلع في الفيديوهات، يطلع أنه صب قديم وهو في الواقع صب جديد. لذلك أنا نصيحتي لك، لا تشتري مصباح فاتوران صب قديم إلا من شخص ثقة وفاهم، لأنه ممكن يكون ثقة بس مو فاهم، وممكن يكون فاهم بس يستهبل.